انزل له فورا لمقابلته في منتصف العمر، وفي حالة ظهور علامات فقدان الوعي امسكه بالأسلوب المتبع وابدأ في محاولة إخراجه إلى السطح. الغوص الحر رياضة ممتعة، لكنها فيها لحظات ممكن تكون حاسمة، وأهمها إنقاذ غواص فقد وعيه تحت المية. تعالوا نشوف أهم السيناريوهين لازم تتعرف عليهم. السيناريو الأول التدخل المباشر. لو الغواص وصل لأقصى عمق، في اللحظة دي هيبدأ يمسك الحبل عشان يبدأ الصعود. هنا بيبدأ دورك، تابع حركته كويس من خلال حبل الاتصال. أول ما يبدأ الشدة الأولى معناها إنه وصل لنهاية العمق وبدأ عملية الالتفاف أو الدوران في اتجاهه إلى السطح. انزل له فورا لمقابلته في منتصف العمق، وفي حالة ظهور علامات فقدان الوعي امسكه بالأسلوب المتبع وابدأ في محاولة إخراجه إلى السطح، طبعا مع التحكم في وضعية جسمه. وعند الوصول للسطح ابدأ فورا عملية الإفاقة أو الإنعاش الرئوي إذا لزم الأمر. السيناريو الثاني السحب السريع. لو العمق كبير وانت مش قادر توصل له لأي سبب ما، الحل الأسرع هو إنك تستخدم الحبل. اطلع فورا على العوامة وابدأ الإمساك بالحبل وسحب الغواص لحد ما يوصل للسطح. أول ما يطلع حرره من الحبل الأول وتأكد إنه في وضع آمن، وبعدها ابدأ إجراءات الإفاقة أو الإنعاش الرئوي إذا لزم الأمر. في الغوص الحر الثواني بتفرق بين الأمان والخطر، ولازم تكون مستعد لأي موقف. وما تنساش البحر دايما بيختبرك. هل أنت مستعد؟